السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم القهوه عصر بسكوي رولي بالمعجون بطريقه سهله وبسيطه، ناجح من اول تجربه، مكونات موجوده في كل بيت والخفه بلا ما نحكي لكم، راح تشوفوها غير بعينيكم. خليكم على وصول مشاهده نتاع الجميع. اول حاجه عندي 4 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. اذا كان البيض تاعكم صغير ديروا 5 حبات تاع بيض، قرصه تاع ملح ونص كاس تاع سكر اي ما يعادل 100 غرام. نخبطوا داك السكر مع البيض حتى نحصلوا على هذا القوام بالباتور. نضيفوا 3 ملاعق كبار تاع زيت نباتي وملعقه متوسطه تاع لافاني، نخلطوهم غير بالعقل، ندخلهم في هذاك الخليط. نضيفوا كاس تاع فرينه اي ما يعادل 100 غرام، عندي 50 غرام نتاع نشا اي ما يعادل نص كاس، وعندي كيس تاع خميره كيميائيه. نضيفوا هاد النواشف على 2 دفعات، ومن الاحسن انه نغربلوهم. نخلطوا غير بالعقل من الفوق لتحت بالفوي بلا ما نخسروا داك الطلوع تاع البيض. نجيبوا بلاطون نفرشوه بورق الطهي، المقاس تاعو 40 على 30. نحطوا داك الخليط، نحاولوا نسويه جيدا، نخبطوا خبطه ولا زوج، نفوتوا الفرن على 180 درجه لمده 10 دقائق فقط. نطفيو عليه ومن بعد نديموليه ونحيو داك البابي كويسون. ونجيبوا لهنا المعجون بعد ما برد. نجيبوا المعجون نتاع عمور تاع لابريكو، هما عندهم انواع كثيره، كاين تاع التفاح، كاين تاع الباش، كاين تاع الفيك. انا درت تاع لابريكو. ايطاليتو بيان ومن بعد روليت البسكوي تاعي بهذه الطريقه، خليته حتى نبرد بيان ومن بعد زدت ايطاليتو بالمعجون على الوجه ودرت له لانوات كوكو بهذا الشكل. وبالنسبه للتقديم والتزيين لكم الاختيار، قطعته بهذه الطريقه. وكما قلت لكم وصفه سهله سريعه ناجحه من اول تجربه، بمكونات او بمقادير عفوا مضبوطه، ومكونات موجوده في كل بيت. اذا وصلنا نهايه هذا الفيديو، شهدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.